السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الأعزاء، خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة زهور داتسي. اليوم غادي ندير معكم واحد لي شنيك وكرواسا كتجي بصراحة كتجي زوينة بزاف. غادي ندير واحد البول نديرو فيه قبيصة ديال الملح طبعا لتصحيح الذوق. الملحه ماشي قبيصه وانما غادي نديرو تقريبا شي معلقه باش كيجيونا تتعادل لينا الذوق ديالنا لانها اصلا عجين. وكنديروا 2 معالق ديال السكر حبيبات ومعلقه كبيره ونص ديال الخميره الفوريه. كنكثروا شويه الخميره الفوريه لان الحال بارد دابا. كنديروا كاس ديال الماء دافي، كاس ديال الحليب دافي، وكنبقاو نحركوا العناصر حتى كتتجانس لينا. وكنزيدوا 3 المعالق او 2 معالق ديال الطحين صافي، وكنخلطوا هادشي وكنخليوها حتى كتخمر لينا. عاد كندوزو باش نكملوا الطريقه ديال التحضير ديالهم. كما كتشوفوا معايا خليتها حتى خمرات، ودابا غادي نبقى نزيد ليها الطحين. درت بيضه، درت نص كاس ديال الزيت المائده. الا بغيتو ديروا الزبده كديروا الزبده. والطحين عندي 620 غرام ديال الطحين، وكنحيدوا داك الفوي ديالنا وكنبداو نخلطوا باليد ديالنا. 620 غرام ديال الطحين كنبقاو نخلطوا، كنعجنوا عجينه عاديه تكون شويه ما تكون قاصحه ما تكون جاريه. ومن بعد نتوما كما كتشوفوا العجين كي داير عندنا. دابا كندهنوها بواحد شويه ديال زيت المائده وكنخليوها في داك البول ديالنا حتى كتعاود عاوتاني تختمر. هاد لي كرواسون ديالنا او لي شنيك تيجيو زوينين بزاف، وبصراحه كنديروا شي حاجه اللي هي زوينه لوليداتنا ديال الدار. كنخليوها حتى كطلع فيها خميره ثانيه. من بعد كنقسمها 4 ديال الاطراف، وكنشد 4 ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده عندكم ديال التوريق، وكنديرها في ميكرووند حتى كتذوب شويه تتولي لنا بوماط. دابا كنرشها بشويه ديال الطحين، كنخليها قد ما ارتاحت لينا العجين كتجينا مزيانه وكتجينا زوينه وكطاو عندنا. هانتوما ما كندوباش بزاف وانما غير كتذوب شويه صافي. كنبدا نورق. وكنبقى نورق ديك العجين ديالي. كنورقوا العجين ديالنا دوك الكويرات الاربعه كنبقاو نورقوا. ما كنورقوش بزاف وانما غير باش نديروا وحده فوق وحده. عفوا استسمح لان الصوت ديالي شويه تعبانه. وكنبقى ندير ديك الزبده اللي انا ذوبت، كنبقى نفرقها على 3 ديال الدفعات. هاد الطريقه كتجينا مزيانه وما كتخرجش لينا الزبده ملي كندوبوها، ما كتخرجش لينا من العجين. كنديروا الطريقه هذه كتجينا زوينه. من بعد كنحطوها وكنورقوا الثانيه. كنديروها اكبر منها شويه وكنديروا وحده فوق وحده، وكندهنوا عاوتاني الطرف الثاني بالزبده. يعني هاد الزبده كنفرقوها على 3 ديال الدفعات، والاخيره ما كنديروش فيها صافي. بصراحه هاد الكرواسون كتجي زوينه، وكنديروا شي حاجه لوليداتنا في الدار وكنعرفوا اشنو كنوكلوهم. ما كيكونش فيهم لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه، وكتصدق بصراحه زوينه. جربوها وردوا عليا اخبار. وما تنساوناش تضغطوا على الزر الاحمر ابوني وديروا جيم ونخرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده صافي. ومن بعد ما درنا وحده فوق وحده كنديروا الطرفين وحده فوق واحد. نعاود نطلقوا واحد شويه ونديروا الطرف، نديروا عاوتاني طرف ونزيدوا طرف الاخر فوق الاخر، واحد فوق واحد. درناها في الثلاجه واحد 10 دقائق. من بعد درنا السيترو ديال الحليب، 3 المعالق ديال سكر حبيبات، 3 المعالق ديال كريم باتيسير. كنديرهم فوق النار حتى كيعقدوا. من بعد كنديرهم في واحد البول وكنغطيهم بالسلوفان وكنديرهم في الثلاجه. ومن بعد ما بردت لينا العجين ديالنا اي تماسكات لينا شويه باش ديك الزبده مابقاش تخرج لنا بزاف، كنورقوها وكنقسموها على 2. العجين الاول غادي ندير فيه الشناك، والعجين الثاني غادي ندير فيه لي كرواسون. صدقوني بصراحه كتجي زوينه بزاف. وكنديروا شي حاجه لوليداتنا في الدار اللي كنعرفوا ما فيه لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه. بغيتو ديروا كريم باتيسير ديروه، ما بغيتوش ديروا لا كونفيتور او المربى، اي مربى عندكم
ودرت من فوق منه شوكولاط حبيبات. بغيتو ديروا العنب المجفف ديروه ماشي مشكل، اي حاجه عندكم في الدار ديروها. صافي كنشدوا لها هاد الجناب ديالها باش ما كتطلقش لينا عندنا في الفران، وكنبقاو نقطعوا بهذا الخيط. هذا الخيط بصراحه راه كيجي زوين وكيعطيكم تقطعه وحده وما كيتعجنوش ليكم. فهاد الاثناء عندي الفران مسخن 180 درجه من الفوق ومن التحت. لي الشنيك ديالي كنديروا لهم قياس واحد وكنقطعوا بالخيط كما كتشوفوا باش ما كيتعجنوش لينا. الا درنا الموس راهم كيتعجنوا لينا وما كيجيوناش مزيانين. الطريقه هذه كتجي زوينه وكتعطينا قياس واحد. وانتم كما كتشوفوا كنبقاو غادي مستمرين بحال هكايا، بحال هاد المنوال كنبقاو نقطعوا حتى كنساليو كلشي الاطراف اللي عندنا وكنديروهم فوق الطاوه. كنضغطوا عليهم واحد شي شويه من الفوق باش ما كان، وإلا خفتوا داك الكريم باتيسير ديروا واحد شويه ديال الطحين في يدكم وبركوا عليهم. وكندهنوهم باصفر ديال البيض مع شويه ديال الحليب ولا شويه ديال الخل. كتبركوا عليهم من الفوق باش ما كيجيوكمش غلاضين ومدقسين. صافي ومن بعد كندهنوهم وكندخلوهم للفران. من بعد ما طابوا لينا كما كتشوفوا كندهنوهم بلاباج وكنديروا لهم الكوك من الجناب او اي حاجه للتزيين تتعجبكم ديروها. العجين الثاني اللي بقى لنا غادي نديرو فيه لي كرواسون. كنورقوها مزيان، كنقسموها على جوج كما كتشوفوا. كنديرو الطرف الاول كنزيدو نورقوه واحد شي شويه باش ما تجيناش مدقسه من الداخل. كنديرو الطرف ديال الشكلاط كنعبروا 3 ديال الصبعين ولا 4. المهم اللي بغيتو نتوما، الحجم اللي بغيتوها كبيره وكديروها كبيره، بغيتوها صغيره كديروها صغيره. كديو 3 ديال الدورات ولا 4 وكتبقاو غاديين مستمرين بحال هكا. كنعبروا بصباعنا 3 ولا 4 وصافي. وكنبقاو بحال هكا نديرو الشكلاط الطرف الاول وكنثنيو نديرو الطرف الثاني كما كتشوفوا معايا. صافي انا درتهم صغيورين، تعجبوني بصراحه صغيورين. كندير الشكلاط الطرف الاول وكنثني، كندير الطرف الثاني عاوتاني وكنبقى غادا بحال هكا. وديك العجين اللي كتبقى لنا كنديروها لتحت، ما كنبركوا عليها باش ما كتتحلش لينا في الفران. وكنديروا البيض كندهنوه من الفوق، ما كنديروش الجناب، كنديروا غير باش ما داك التنيات ديالها كتبقى لينا. ومن بعد كندخلوها للفران من الفوق ومن تحت حتى كطيب وكنخرجوهم. انتما كتشوفوا لي كرواسون ديالنا طابو كيجيو زوينين بزاف وكيجيو اكثر من رائعين. كنتمنى تعجبكم وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وتنشكركم على المشاركه ديالكم والمشاهده. اسمحوا لي انا كنقطع بيد وحده لان شاده الهاتف بيد وحده وكنصور بيد باش نوريكم كي كيجيو من الداخل. كيجيو بصراحه زوينين بزاف وكتعرفوا شنو كتعطيو وليداتكم شي حاجه ديال الدار وزوينين. وتزيين كتزينوا باش ما بغيتو اي حاجه عجبتكم كتزينوا بها. دابا غادي ندوزو نزينوهم. انا درت لهم واحد شويه ديال السكر كلاصي من الفوق، رشيتهم شويه ديال السكر كلاصي، والاخرين دهنتهم بالناباج ودرت لهم اللوز افيلي. طبعا تنكونوا قليناه واحد شي شويه. ولي كرواسون ديالنا ولي شنيك ديالنا تيكونوا عندنا واجدين، درناهم في الطبق ديال التقديم وكيجيو زوينين بزاف ولذاذين. وتنشكركم على المشاركه ديالكم والمشاهده، وكنقول لكم من هذا المنبر شكرا لكم بزاف.